قناة النيل رياضة ولدت عملاقة وستظل عملاقة وتتحدى كل القنوات الرياضية مش في مصر بس، في المنطقة العربية ببرامجها وكل البرامج اللي هي بتسري بيها الشاشة الفضية. السلام عليكم. في اكاديميات مخصوصه للاوزان الثقيله لان احنا ينقصنا الوزن الثقيل، ووزن ثقيل البنات او اولاد. رصيد الكرت على وشك. كابتن محمد رشوان بطلنا الاولمبي، شكرا جزيلا لحضرتك. مكالمتنا انتهت، بنشكرك. له كارنيهين، المفروض انه يلغى هذا الكارنيه. طب دكتور حمدي، يعني عفوا من وجهة نظر حضرتك كده ازاي ممكن خط قطع الساعة؟ عموما مروه احنا وفي النهايه الزمالك مرحبا والنجم بهم في بلادهم، الزمالك مرحبا بهم في بلادهم. في عفوا سيدك خلص، اضغط 1 عشان ترن لاي رقم. يا بقى احنا ما دفعناش، يا هو موبايله قطع الله اعلم، خطه فصل. هو ده شاحن كارت ب10. وليد سليمان كان يستحق ان الزمالك والاهلي يتخانقوا عليه، لكن بقيه اللعيبه كلهم زي بعض. يعني ما همش صفقات سوبر عشان احنا كل يوم خناقه بين الاهلي والزمالك. مدحت السيد واللي حصل فيها ثم ما يحدث معاه في الاهلي. مين؟ تقصد مين؟ مدحت. لا مدحت السيد، ما فيش مدحت السيد. عفوا لا ماشي، ممكن الاسماء اتدخل، لكن انا قصدي يعني في صفقات ربما حصلت لبعض الاسماء. يا عم يلا يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحده ثانيه غير بنته في قلب المكان، ده بيحلم وهو قاعد. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ السلام عليكم. مع السلامة طرزان بيه. مع السلامة. طرزان في اسكندرية؟ فين ايه الفيلا بتاعت جده العتويل؟ جده العتويل دي في الهانوفيل. وعنده واحدة تانية في جليم. مستوى مميز الموسم الماضي مع النصر للتعدين. قوم يا ابني يا مخرج البلاتون، انت تشوف لي القصه ايه؟ الله، ثانيتين يا دكتور. ثانيتين مين؟ في موزة كده عايزين نجيبها لقطة يا حسام. يا حسام في موزة كده عايزين نجيبها لقطة بس. يا ولد يا ولد يا ولد، انت لعيب. في استاد اسكندريه. ايه ده علينا كابتن علاء؟ على طول ترجع مره تانية. ايه ده علينا شويه يابا. اعتقد يعني ان احنا دلوقتي قاعدين في مقصوره الاعلاميين، المفروض اللي موجودين معانا اعلاميين. مش عارف الاصوات دي جايه لي منين. البطاطس بلاش تبقى مقليه طول النهار، نقلي للبطاطس اللي الاولاد بتحبها. فبيقول لي يا جماعه خلي البطاطس تبقى مسلوقه. منتشر لدرجه ان الست بتشيش والراجل جنبيها بيشرب عصير برتقال. ابقى قاعد مثلا في كافيه وشايف قاعده بتشيش وبنتها قاجه جنبيها. ما هي بنتها دلوقتي مش هينفع تشيش مع امها، بس غالبا لما تروح تقعد مع اصحابها شافت باباها ومامتها بيشيشوا، هي لازم هتشيش زيهم. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا سماح؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ وهو قاعد هناك، انا جيت عشان خاطر الميعاد بتاعت حضرتك خدت بالك، وانا اقدر ارد على تليفون على الهواء. واضح ان هو مستني ماتش الاهلي بكره ولا ايه؟ ما هو هناك في برج العرب. ده اكيد. سدوا الفراغات لعيبه الرجاء، قللوا المساحات. خد يا عم قطع الحجر ده وانا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. اللقاءات سجلتها؟ التحليل النهائي او التحليل في كل موقف لازم مين اللي يتقدم، سواء في التنظيم الهجومي يطبعهم ازاي؟ لمناطق مؤثره، ولما بتتقطع. طب انا كنت عايز انهي بيهم الحلقه. لا والله. اقفلي بقى الكادر كده ممكن. سعدنا بصحبة الزميل حاتم عزام مخرج اللقاء، حتى ألتقي وإياكم مع مباريات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي معلقكم صلاح بدران، إلى اللقاء. لا يسد نفسهم يا أخي. ادخل مثلا زبادي، ادخل مثلا جبنه قريش معاها سلطه وربع رغيف بلدي. هي تبدا ما تهتمش بنفسها، تبدا شكلها يوحش، جوزها يبص بره. باختصار جدا، في بين العينتين هنا عندنا في شاكرا اسمها شاكرا العين الثالثه،
العين الثالثه دي بحاول ان انا بحركه دائريه كده ان انا اضغط عليها وان انا احركها. ايه اللي وصلنا لكده؟ غير جاهز ببعض اللقاءات. اتفضل يا كابتن حاتم. ابدأ يا نجم. اهلا بيكم من استاد الجونة، وبعد هذا اللقاء بنبارك لنادي الزمالك. داخل منطقة 18 وهيرمان كواو. حيشوا ليه؟ حيشوا ليه يا كوارشي؟ حيشوا ليه؟ انت تحوشوا ليه يا كوارشي؟ حيشوا ليه؟ فاوعى نقول المباراة انتهت، المباراة تنتهي امتى؟ مع صفارة الحكم. مع صفارة الحكم ويرفع ايديه الاثنين ويصفر كام صفارة ورا بعض، يبقى كده المباراة انتهت. لكن فيما عدا ذلك الصفارات بتاعة الفاول بتاع والكلام دوت، الصفارة الواحدة دهيت ما تبقاش هنا نهاية المباراة، لكن نقول الصافرة لنهاية المباراة. تي 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 3 صفير مع بعض، هي طبعا مش الزام ولا حاجة. ها جانكو معايا معاك اهدي. بصوا الحقيقه الصوره الحقيقه تدعو للحزن. مش ده الاستوديو التحليلي يا ساده والقائمين الساده القائمين على قناه النيل للرياضه. لا الحقيقه ما ينفعش الاستوديو التحليلي بتاعنا يبقى احنا مأجرين 4 قهاوي من على القهوه اللي جنب الاستاد، 4 كراسي من على القهوه اللي جنب الاستاد، وحاطينهم كده جنب على الترتان جنب البتاع، ومعادنهم مش فاضل لهم غير حجرين بوري ومعسل، ويبقى يعني مقهى الديربي. فلازم اروح انام لي يومين على الاقل، هشوف ماتش بتاع وهكلمه برضه، بس ما اقدرش اروح الاسكندريه. طب ما قالكش اي كده ملامح على مباراه الاهلي بكره؟ والله شوف كله مستني مباراه مهمه جدا. لا يعني هو برضه احنا اتكلمنا في الحته ديت. قال لي ما انتش عايز تحضر ليه؟ قلت له لان الاهلي مزنوق. قال لي يعني، قلت له الاهلي مزنوق وربنا يكرمه بكره ويحقق احلامه. جايب لي الاسامي ما تعرفش تقراها، يعني يبقى الاعداد بقى يبقى اجدع من كده بكتير، ولازم يبقى فيه، لان الاعداد تعبان، بيطلع استوديو 36 فوق وبعدين ينزل استوديو 13 تحت، وبعدين انا بقيت الضحيه النهارده الصراحه. يعني حتى من الورقه واخدينها باسامي يعني غريبه جدا، مش قادر يعني ما اعرفش، يعني كده كتير علينا. ما ينفعش يعني كده، يعني ما ينفعش خالص. احنا كنا في فضائيات والمعد بيجيب والمراسم ملعب بيقول وكله مهتم، انما كده لا. تصبحوا على خير.